الظباط ابوس ربنا معاك يا رجلهم ام نداء. عشان اديها بوج ربنا معاك لبن. يا ام نداء. ايه اعمل لها ايه؟ ربنا معاكم كلكم. وكل ما اخش اروح عايز اجيب لها لبن صناعي ولا حاجه، يقول لي دكتور القلب لازم هو اللي يكتب لي على اللبن معين. محامية نداء سيدة الشرقية تفجر مفاجأة، تم التوقيع على التصالح. قالت محامية نداء المتهمة بضرب حماتها في الشرقية إنه تم بشكل فوري إحالة نداء إلى المحكمة مراعاة لابنتها الرضيعة، وتم عقد جلسة اليوم وتم خلالها التصالح بعد التفاوض مع الطرفين. وبالفعل حضر الطرفين إلى جلسة اليوم وتم التصالح بينهم، ووقع الجميع على التصالح، ومن المتوقع عقد جلسة صلح عرفية أخرى. وأضافت محامي نداء المتهمة بضرب حماتها في الشرقية إنهم ظلوا حتى الفجر مع الطرفين من أجل الوصول إلى التصالح، وأكد الزوج على إنه لا يريد تطليق زوجته وسوف يتم التصالح في جلسة أخرى يتم التوافق خلالها على ما سوف يحدث، مشيرا إلى أن قرار الإفراج عن الزوجة خاص بالمحكمة، ولكن تم الصلح بالفعل وهناك إجراءات قبل الخروج. أكد محامي الطرفين في واقعة المتهمة بضرب حماتها في الشرقية إنه سوف يتم الاتفاق على الظروف المعيشية مستقبلا بعد خروج سيدة نداء ووصولها إلى المنزل من أجل إنهاء هذه الواقعة، والتي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعد نشر الزوج لفيديو أثناء تعدي زوجته على والدته بالضرب نتيجة خلافات أسرية. واستدرج المحاميين أن جميع البيوت مليئة بالمشاكل والخلافات ويحدث بها أكثر من ذلك، وإن الطرفان لم يتصرفا فيها بحكمة وأخطأوا في التصرف. وبعد احتدام المشكلة التي كان البعض يضع البنزين عليها من أجل الاشتعال أكثر، تم التصالح والتراضي، وسوف يتم جلسة عرفية من أجل الاعتذار فيها عما بدر من الطرفين. كانت محكمة ديار بنجم الجزئية بمحافظة الشرقية قد قررت إحالة الزوجة المتهمة بالتعدي على حماتها بالضرب والسحل داخل منزل العائلة بقرية ديار بنجم التابعة لمركز الشرقية. كانت النيابة العامة بمدينة ديار بنجم قد قررت في أمس عقد جلسة موضوعية للنظر في واقعة حبس الزوجة نداء المتهمة بضرب والدة زوجها على سلالم منزل العائلة في قرية ديار بالبلد.